يقول الحسن إذا مات الأبوان، الأب والأم، قال فانتظر البلاء، فانتظر البلاء، لأن الأب والأم درع لك من البلاء بدعائهم. إذا مات الأب أو الأم انتظر البلاء، لأن الأب حاجز في دعائه. أجمل شيء أن ترفع الأم يديها وتقول أسأل الله لك التوفيق. ما تدري، ربما تصاب بدعوة مستجابة من الأم، فلا يكتب الله عليك الشقاء أبدا، لا في حياتك ولا في عملك ولا في رزقك ولا في زوجتك ولا في أبنائك. لهذا علة العقوق لأن القلب سقي، فمثل هؤلاء يحتاجون إلى ضرب على رؤوسهم أن استيقظوا، فغدا ستكونون آباء، غدا ستكونون آباء. الله عز وجل أورد قصة كاملة في سورة الكهف، وكان أبوهما صالحا. صلاح الأب قال أهل العلم رحمه الله دينا وبرا، فحفظ الله كنوز اليتامى. من يعلم أن هذا الميت الأب لليتام قد دفن كنزا تحت الجدار؟ جاء هذا الرجل دفن كنزا تحت الجدار فمات. من يعلم؟ نحن مصيبتنا أننا نقرأ القرآن هكذا دون عبرة. من يعلم أن هذا هنا كنز؟ لا أحد إلا الله. لكن لأنه كان بارا بأبويه وكان من أهل الصلاح بعث الله نبيين، ليس نبي، الخضر وموسى عليه السلام، والغلام قيل يوشع، ليس العبرة من هو. 3 بعثوا ليتيمين في المدينة من أجل استخراج الكنز. ما علة؟ الله عز وجل قال وكان أبوهما صالحا. فإذا أنا أردت أن يحفظ الله سبحانه وتعالى أبنائي أستعين بالله على بر أبوي، فإن دخلت في العقوق فاعلم أن الله كتب علي الشقاء. رغم أنف يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم يغفر له. وقال عليه الصلاة والسلام 3 يعجل الله لهم العقوبة في الدنيا. من هن يا رسول الله؟ من هم يا رسول الله؟ قال العاق، العاق. وقال كل عقوبة تدخر ليوم الدين إلا العقوق، إلا العقوق. فالعاق ينظر إليه مريض. المصيبة أن يتعلل العاق. يا أخي يا شيخ أمي كثيرة الكلام. يا أخي إن شاء الله أمك لسانها 7 شعب. لو كان أمك لسانها من دبي لأبو ظبي دعها، برها. أعظم أنواع البر أن تقوم ببر الأبوين وهم لك على الإساءة. يا رسول الله إن لي أناس أصلهم، أناس يعني ليس الأب ولا الأم، محارم، أصلهم ويقطعون، أحسن إليهم ويسيئون إلي. قال عليه الصلاة والسلام إن كنت كما قلت فإنما تسف في وجوههم الملك ولا يزال عليك من الله ناصر. انظر فكيف بالأب. أويس القرني رضي الله عنه، انظر، كان يريد أن يهاجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يريد أن يكون صحابيا. الآن فضل عظيم. لو جاء رجل الآن، نفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة، وجاءني رجل قال يا شيخ أمي موجودة ولا هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قل لا، خلي الأم تحترق، سير عند النبي صلى الله عليه وسلم. أويس القرني أمه مريضة فمنعه من الهجرة الاعتناء بأمه، فبشر النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي أمداد اليمن وفيهم أويس القرني، وكان فيه برص وكان بارا بأمه، وهو صاحب دعوة مستجابة، كان به برص فدعا الله فعافاه الله إلا موضع درهم في يده. فإذا رأيتموه فاسألوه أن يدعو لكم. من كان ينتظر أويس على أبواب مكة؟ عمر فاروق ملهم. لو كان النبي بعد لكان عمر مبشر في الجنة، مات شهيد في صلاة الفجر، وينتظر أويس القرني على أمداد اليمن. لماذا؟ ليقول له ادعو لي. ما علة هذا الفضل؟ أنه كان بارا بأمه. لهذا العقوق مأساة. من علامات الساعة أن يدني الرجل أصحابه ويبعد أهله، يبعد الأم والأب. لهذا كل عاق، ليس هنا. كنا سابقا
إذا أردنا أن نصل الأم نتكلم معها: السلام عليكم، إيش حالك يا والدة؟ إن شاء الله زينة، تمام، عساك بخير، تحتاجين شيء؟ على الأقل صوت. لكن الآن كيف والله طرشت لها يا شيخ برودكاست بلاك بيري، عساك بخير يا الوالدة، للوالد والوالدة. هزلت. قبل مدة، قبل شهر أتوقع، كلمتني امرأة تبلغ من العمر أكثر من 50 سنة، عندها 9 أبناء من إحدى الدول العربية. تقول: يا شيخ أقسم بالله العظيم لم أرهم منذ 5 سنوات. 9. أين هم؟ قالت: هم موجودين في نفس المدينة لكن ما حد يصل. من يعتني بك؟ قالت: ابن الجيران. لهذا الأب إذا الله عز وجل ابتلاه بابن عاق فليعلم أن الله سيعوضه بدلا من خير منه. نوح عليه السلام ابنه عقه فجعل ذرية نوح هي الباقية، كأن آدم رجع من جديد بسبب عقوق ابنه. المخرج يقول: اختم يا شيخ.